رجال اقتحموا التاريخ من أوسع الأبواب، كتبوا فصلا جديدا في سجلات كأس العالم وفرضوا مكانا بين الأربعة الكبار بعد الإطاحة بنجوم البرتغال وإنزال دمعة رونالدو. لمواصلة الملحمة المذهلة يستعدون، وكلهم أمل في إضافة بطل العالم المنتخب الفرنسي إلى قائمة الضحايا وإشعال فرحة أخرى لن يستوعبها العقل إلا بعد حين. أريد تغيير هذه العقلية. قد تعتقد أنني مجنون، لكننا نريد الوصول إلى نهائي كأس العالم، وأنا لا أقول ذلك فقط. نحن غير راضين عن بلوغ نصف النهائي، وكونه أول فريق إفريقي يفعل ذلك نريد أن نذهب إلى أبعد مدى. ولهذا السبب فإن لاعبي فريقي مستعدون لتقديم كل شيء، والجهاز الفني مستعد أيضا لتقديم كل ما في وسعه. لا يخشى المغاربة على منتخبهم إلا من الإصابات. المجهود المبذول سيسبب قصورا على المستوى البدني. التمرين الأخير شهد غياب نايف أكرت، بينما ركض القائد سايس وحيدا. أما حكيمي ومزراوي ونصيري فظهروا فوق الدراجة. البدلاء جاهزون لسد أي فراغ منتظر. كل الجماهير المغربية من حول العالم جاءوا لتشجيعنا، وهذا فخر عظيم أن نلعب لأجلهم وأن نرفع رؤوسهم عاليا ونسعدهم. وكما قال المدرب إنهم أفضل جمهور في العالم، ونحن هنا لنقدم كل ما لدينا، ونأمل في النهاية أن نكون الأفضل. يعود المنتخب المغربي إلى استاد البيت الذي تعادل داخل خيمته مع كرواتيا في أول ظهور. ما تحقق حتى الآن بث روحا جديدة في مجموعة لا تأبه بقوة المنافس، حذفت كلمة مستحيل من القاموس، وعقدت النية على المضي قدما.